مسلسلنا بيبدأ بوينزداي وهي في أجازة الصيف، وبنلاقيها إنها بتقوي قوتها الخارقة في التخاطر، وبتختبر قوتها الخارقة في محاولة إيجاد قاتل متسلسل الشرطة مش عارفة توصله بقالها سنين، وكان شاغل كل تفكيرها من وهي صغيرة، وبتقدر إنها تتحكم في قوتها الخارقة فعلا وبتعرف مكانه وبتروح له، بس بيعرف يكتفها ويربطها، وكان لسه هيبدأ في تعذيبها بس بتفاجئه بإيد سينج وبيهجم عليه، وهي بتفك إيديها وبتقوم له، وبنلاقيها إنها سلمته للشرطة وقبضت عليه، وبنعرف إن أجازة الصيف خلصت وإنها رجعت تاني لمدرسة نيفر مور، وبنشوفهم وهم في العربية ورايحين للمدرسة، وكمان بنلاقي أخوها الصغير واللي بيكون اسمه باجز وهو رايح معاها علشان ينضم للصف الأول في المدرسة، وبنعرف إن قوته الخارقة هي إنه بيطلع شحنات كهربائية من جسمه زي عمه فاستر، بس بيبقى ما عندوش طاقة تصويب، وأخته بتهدده إنه لو محسنش تصويبه هترميه من العربية، فبيبدأ يخاف وبيجمع كل تركيزه وبيعرف يصوب في لوحة مرور وهم ماشيين بالفعل، وبعدها بننتقل لصحفي متخفي وبيصور اتنين في موعد غرامي، وبيستغرب لما بيلاقي إن في غراب جه ناحيته وبتكون عينه شكلها غريب، ولكنه بيكمل تصويره ومش بيهتم لحد ما بياخد باله إن عددهم زاد، وفجأة كلهم بيهجموا عليه، فبيجري على العربية وبيكلم حد في التليفون وبيقول له إنه اتكشف ولو حصل له حاجة هيلاقي الأدلة في خزنة النقطة، وأول ما بيخلص كلامه بيلاقي غربان كتير في شنطة العربية وبتهجم عليه وبتموته، وبننتقل لوينزداي بعد ما وصلت للمدرسة هي وعيلتها، وأمها بتقول لها إنها تاخد بالها من أخوها الصغير وما تعملش الحاجات الغريبة اللي كانت بتعملها فيه وهو صغير، وأول ما بتخش المدرسة بنلاقي إن كل الطلاب الجداد بيفضلوا يصوروها وعايزين توقيع منها، ودي حاجة بتبقى مضايقاها جدا علشان مش بتحب تتعامل مع الناس، بس بيانكا بتيجي وبتمشيهم وبتقول لها إنها تحاول تتعود على أجواء الشهرة علشان من ساعة اللي حصل في السنة اللي فاتت والناس كلها بقت تشوفها بطلة وعايزين يقربوا منها، وناظر المدرسة الجديد بيجي وبيعرفها بنفسه وبيبقى اسمه باري دور، وبيقول لها إنه عامل حفلة بكرة لإحياء ذكرى محرقة المنبوذين، وعايزها تكون هي الطالبة الشرفية للحفلة بما إنها منقذة المدرسة والطلاب كلهم بيحبوها، بس بترفض وبتسيبه وبتمشي، ولما بتوصل لأوضتها بتلاقي المعجبين حاطلها صور كتير فبتتضايق وبتشيلهم، ولما بتخش بتلاقي ند جايبة كل أصحابها في الأوضة، بس لما وينزداي بتتضايق بتخرجهم من الأوضة، وبنلاحظ إن في إعجاب ما بين إينيد وبرونو، وبيقول لها إنه هيستناها بالليل في إقفاص الديابة، وإينيد بتسأل وينزداي عملت إيه في الأجازة فبتوريلها الرواية اللي كتبتها، وإينيد بتلاقي غلطات إملائية كتير بس بتقول لها إنها فضلت سنتين كاملين تكتب فيها واستحالة تغير حرف واحد من الرواية، وبتلاقي حد بيخبط عليهم فبتروح علشان تشوف مين، وبتلاقيه إنه إيجاكس اللي كان مرتبط بإينيد وبيسأل عليها، بس بيبان إن إينيد مش عايزة تشوفه، فوينزداي بتقوله إنها مش هنا وبيديلها هدية علشان تبقى تديها لها لما تيجي، ولما بتمشي بتسألها ليه ما كانتش عايزة تشوفه، وبتقول لها إنها مش متأكدة من مشاعرها اتجاهه عشان هو بيحب إينيد القديمة وإنها دلوقتي اتغيرت، وهما بيتكلموا وينزداي بتفتح باب وفجأة بنلاقي سهم بيضرب في اتجاهها بس بتعرف تتفاداه، وبنلاقي إن السهم فيه صورة لسه متصورة لها حالا وهي في المدرسة ومكتوب عليها مرحبا بعودتك وإنه لسه بيراقبها، وبتستخدم قوتها في التخاطر وبتلاقي إنه كان بيراقبها فعلا، بس الغريبة إنها مش قادرة تشوف اللي بيراقبها، وبنلاقي إنها لما بقت تستخدم قوتها في التخاطر بينزل دموع سودا من عينيها وبتبقى مش عارفة السبب، وبنشوف باجز وهو رايح يشوف الأوضة اللي هيقعد فيها وبنلاقي إنه هيقعد مع يوجين اللي ساعد ونزداي كتير في السنة اللي فاتت، وبيوري له قوته الخارقة في التحكم في الحشرات، وبعدها بنشوف ونزداي وعيلتها وهم واقفين مع ناظر المدرسة، وبنعرف إن ناظر المدرسة بيطلب من أم وينزداي إنه عايزها تبقى رئيسة لجنة حفل جمع تبرعات للمدرسة، وبتقول إنهم هيفكروا لما يروحوا البيت وهيردوا عليه بعدين، بس بيقول لهم إن الأحسن يفضلوا جنب المدرسة بدل ما يروحوا ويجوا تاني علشان المشوار بعيد لغاية ما تشوف هتوافق ولا لأ، وبيوديهم لبيت مارلين علشان بعد ما وينزداي كشفت أمرها واتحبست البيت من ساعتها وهو فاضي، وإنهم يفضلوا قاعدين في البيت لغاية ما يشوفوا هتوافق ولا لأ، وبيسيبهم وبيمشي، ووينزداي بتسأل أمها هي عايزة تشتغل في المدرسة ليه، وبتقول لها علشان تبقى قريبة منهم بعد ما كمان أخوها بقى معاها في المدرسة، بس وينزداي بتبقى مش حابة إنها تشتغل في المدرسة وبتقول لها إنها ترفض، لكن أمها برضه بتفضل تصر على قرارها، وبتقول لها كمان إنها تبقى جنبها علشان تساعدها على استخدام قدرتها بشكل كويس، بس بتقول لها إن قوتها الخارقة اللي عندها مش زيها فمش هتقدر تساعدها، وأمها بتعرفها إن أختها كان عندها نفس قدرتها وتعاملت معاها فعلشان كده هتعرف تساعدها، ووينزداي بتستغرب إنها بتتكلم على خالتها أوليفيا علشان عمرها ما جابت سيرتها قبل كده، بس بتقول لها إنها بتفكرها بيها خصوصا بعد ما كبرت، فوينزداي بتقول لها إنها ما تقلقش عليها وبتسيبها وبتمشي وبتطلع تتمشى في الغابة، وبتشوف الشرطة وهي بتحقق في قتل الصحفي، والشرطة بتعرف إنه كان بيصور جريج وديبي، وبنعرف إن جريج صاحب سوبر ماركت كبير في المدينة وديبي بتبقى شغالة كاشير عنده، وبيبقوا مستغربين إن الغربان هجمته بالطريقة الوحشية دي، ووينزداي بتيجي لمسرح الجريمة والمحققة بتسألها هي بتعمل هنا إيه، فقالت لها إنها كانت بتتمشى وشافتهم
بيناتهم، والمحققة بتسيبها وبتمشي، ووينزداي بتلاحظ ان في راجل متخفي، واول ما بيشوفها بيجري، فبتجري وراه وبتعرف انها تمسكه فعلا، وبتلاقي ان المحقق جابلين ابو تايلور، وبتساله هو كان بيعمل ايه في مسرح الجريمه، وبيقول لها ان الصحفي اللي مات كان صاحبه، وهما الاتنين كانوا شغالين على قضيه هتاثر على المنبوذين، وكانوا بيحاولوا يكتشفوها، وهو ده سبب موته. ووينزداي بتستغرب وبتقول له ان المنبوذين مش فارقين معاه علشان يحقق في قضيه هتاذيهم، بس بيقول لها ان ابن تايلور بقى شخص من المنبوذين علشان كده بقوا يفرقوا معاه، وبيقول لها انه هيحتاج مساعدتها علشان يشتغلوا مع بعض على القضيه، وانها تبقى تجيله عشان يتكلموا عنها، وبيستغرب هو كمان من شكل الغراب، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بنشوف ايجاكس وهو قاعد مع الطلاب الجديدة وبيحكي لهم قصة اسمها شجرة الجمجمة، وهي ان كان في طالب معاهم في المدرسة زمان كان ذكي جدا بس قلبه كان فيه مشكلة، وكل الدكاترة قالوا انه هيتوفى بعد كام شهر، فمن كتر ذكائه واختراعاته الغريبة قرر انه يعمل قلب صناعي، والدكاترة ركبوه وعاش فعلا، بس القلب ده غير كتير من صفات الطالب وبقى شخص غريب، حتى كمان اختراعاته كلها بقت خطيرة، وفي اختراع منهم كلفه حياته ومات، والأسطورة بتقول ان جثته مدفونة تحت شجرة الجمجمة، ولو قربوا من عين الجمجمة الشمال هيسمعوا صوت دقات قلبه الصناعي، وان الشجعان بس هم اللي يقدروا يروحوا لهناك، وبنلاقي ان باجز بيفكر يعمل كده، وبعدها بنشوف الناظر باري وهو مستدعي بيانكا عشان عايزها تبقى مسؤولة عن شغل الطلبة في حفل جمع التبرعات، وبتقوله انها مش هيكون عندها وقت تعمل كده بسبب انها مشغولة في دراستها، بس بيقول لها انها بتدرس هنا بمنحة وده بسبب التبرعات، وبيهددها تهديد غير مباشر انها لو موافقتش هيفصلها من المدرسة، فبتضطر انها توافق، وبننتقل لوينزداي وهي بتعزف، وفي الوقت ده بنشوف امها وهي عماله تشوف رسومات اختها اولافيا وخايفه ان وينزداي تكون زيها، وبنشوف اخوها وهو عمال يدور على مكان شجره الجمجمه علشان يروحها، وبنشوف اينيد وهي بتعمل بيت لايد سينج وكمان بتلبسه خاتم، وبنشوف المحقق جابلين وهو عمال يشوف فيديوهات ابنه تايلر وهو صغير علشان بيبقى وحشه جدا، وبنشوف الناظر باري وهو بيطلع لوحه المديره السابقه ويمز وبنبقى مش عارفين مشاعره اتجاهها، وبنشوف الشخص المجهول اللي بيراقب وينزداي وبيبان عليه انه مهتم بيها جدا، وبنرجع لوينزداي وهي بتعزف وبتخش عليها المدرسة الجديدة لقسم الموسيقى وبتعرفها بنفسها وبيبقى اسمها كابري، وكانت بتديها نصايح في الموسيقى بس مش بتقبل منها النصايح وبتسيبها وبتمشي، وفي تاني يوم الصبح بنشوف الناظر وهو بيحضر لحفل محرقة المنبوذين وبيخلي الطلاب يستخدموا قوتهم عشان يعملوا تمثال غراب من الخشب عشان يحرقوه بالليل في الحفلة، وبنشوف وينزداي وهي معاه وبيسألها هي خدت قرار ولا لأ، وبرضه بتكون لسه بتفكر، وبنعرف ان بيانكا هتساعدها في الشغل لو احتاجتها، وبالليل بنشوف وينزداي وهي راجعة اوضتها واينيد بتقول لها ان سيفيور بعت لها رساله بسبب اللي حصل في السنه اللي فاتت، وبيقول لها كمان ان الصوره دي لقى نفسه بيرسمها لوحده ومش عارف ازاي، لكنه برضه حس ان ليها علاقه بيها وان ده غالبا لغز جديد ومحتاجه انها تحله، وبنلاقي انه الغراب اللي عنده عين واحده، وبتقول لها ان هي وسينج رايحين لحفل المحرقه، وهي بتتكلم وينزداي بتلاحظ ان الاله الكاتبه في حد كتب عليها، وبنلاقي ان الشخص اللي بيراقبها بيسالها هي بتقرا كتب الايام دي ولا لا، وبتفتح الدرج ومش بتلاقي الروايه بتاعتها، وبيبقى كاتب لها ان هو شيطان النار وكل سطح مشتعل يجلب الدمار، فبتفهم من كلامه ان الشخص اللي بيراقبها هيحرق الروايه بتاعتها في الحفله النهارده، وبتتعصب جدا وبتقول انها اكيد مش هتسيب النار تحرق مجهود سنتين كاملين بتكتب فيه، وبتنزل للحفله وبتقول لإينيد ان الشخص اللي بيراقبها موجود في الحفله وانها تركز ويدوروا عليه، وبنلاقي باجز وهو بيقول ليوجين واصحابه انهم اول ما يولعوا النار هنا في الحفله هيروح عند شجره الجمجمه ويدور على جثه الطالب اللي مدفون هناك، وبيبقى عايزهم يروحوا معاه لكنهم بيرفضوا، فبيقرر انه هيروح لوحده، ووينزداي بتلاقي طلاب كتير بتخبطها وبتحس ان في حد حط لها حاجه في جيبها، ولما بتحط ايدها بتتعور، وبتلاقيها انها ورقه مكتوب فيها ان الروايه بتاعتها تحت تمثال الغراب اللي هيتحرق، فبتروح بسرعه للتمثال عشان تشوف مدخل تدخل منه لجوه، واينيد كمان بتحاول تفهم هي بتعمل ايه، بس بتلاقي ايجاكس بيجي وبيعاتبها انها ما بقتش تتكلم معاه ومش مهتمه بيه زي الاول، وكانت عايزه تروح تلحق وينزداي بس بتلاقي ان برونو هو كمان جالها، ولما بتلاقي ان وينزداي دخلت للتمثال خلاص بتجري عليها وبتقول لها انها خطر تبقى جوه عشان هيحرقوا التمثال دلوقتي، بس مش بتهتم لكلامها وبتبدا تدور على روايتها، وفي الوقت ده الحفله بتبدا وكابري مدرسه الموسيقى بتعزف نشيد المدرسه، وبعد النشيد الناظر باري بيجي وبيحيي الطلاب وبيبلغهم كمان انه هيلغي جماعه ظلال الليل وكل الجماعات السريه اللي في المدرسه عشان حمايه المدرسه مسؤوليه كل الاشخاص اللي في المدرسه مش جماعات سريه، والطلاب بيبقوا مستغربين بس مش بيرضوا يتكلموا، وفي الوقت ده
وينزداي بتلاقي الرواية وبتحاول تجيبها، وبنشوف باري وهو بيقول لهم على ذكرى محركة المنبوذين وبيحرق تمثال الغراب كإحياء للذكرى، وبنعرف ان قوته الخارقة هي النار، ووينزداي بتبقى جوه التمثال وهو مولع، وبتحاول تجيب الرواية وبتنجح انها تجيبها فعلا، وبتحاول تخرج بس بيبقى صعب جدا. وباجز اول ما التمثال بيولع بيروح فعلا لشجرة الجمجمة عشان يدور على جثة الطالب، وبنلاقي ان الطلاب بيستخدموا قوتهم الخارقة وبيخلوا الغراب يطير وهو محروق، بس إينيد بتفضل تنادي على وينزداي وبتبقى خايفة عليها جدا، وبتروح تقول للناظر انه يوقف الحريق علشان وينزداي جوه التمثال، بس بتنجح انها تخرج من التمثال على اخر لحظة قبل ما تتحرق جوه، والطلاب كلهم بيبصوا لها، والناظر بيقول انها جت في وقتها لانها بتكون الطالبة الاشرافية للحفلة، وبيقول لها انه عمل لوحة مخصوص ليها هي وفرقتها لشجاعتهم في انقاذ المدرسة، وبيطلب منها تطلع على المسرح عشان تقول خطاب لزمايلها، والطلاب كلهم بيشجعوها، وبتطلع وهي متضايقة وبتقول ان المنبوذين من الليلة دي هيقضوا على كل اعدائهم، وبتقول خطاب تشجيعي للطلاب، والطلاب على كل كلمة بتقولها بيفضلوا يسقفوا لها ويشجعوها، بس بتفاجئهم وبتقول لهم ان اعداء المنبوذين موجودين في الحفلة وهم المنبوذين نفسهم، وانهم الاشخاص الاغبياء والتافهة اللي بيسقفوا على خطاب حماسي سخيف زي اللي هي قالته، وبتقول انهم فاكرينها البطلة بتاعتهم وهي مش عايزة تبقى كده، ومش عايزة تبقى هي اللي بتقود المدرسة علشان دي حاجة هتجيب الخراب للمدرسة، وبتاخد النار وبتولع في اللوحة، وكلهم بيستغربوا رد فعلها وبتسيبهم وبتمشي، وإينيد بتروح وراها علشان تفهم هي بتعمل كده ليه. وفي الوقت ده بنشوف باجز وهو عند شجرة الجمجمة وبيروح عند العين الشمال وبيسمع صوت دقات القلب الصناعي فعلا، وفجأة بيطلع غراب من العين فبيقع على الأرض، وبيطلع من إيده صعقة كهربائية، وبيلاقي إن جثة الطالب بتقوم من تحت الأرض بسبب الصعقة الكهربائية اللي خرجت من إيده. وفي نفس الوقت ده إينيد بتفضل تمشي ورا وينزداي عشان تعرف هي عملت كده ليه، بس مش بترضى تقف لها، فبتمسكها عشان توقفها، بس ساعتها وينزداي بيغمى عليها وبتشوف رؤية لمستقبل إينيد، وبتلاقي نفسها وهي واقفة عند قبرها وبيبقى فيه غربان كتير في كل حتة، وبتلاقي إينيد وهي بتخنقها وبتقول لها إن كل اللي حصل بسببها وإنها السبب في موتها، وبنلاقيها إنها بتتشنج جامد، وأمها كمان بتيجي علشان تنقذها. لكن بعد ما بتفوق بتسأل على إينيد، بس أمها بتطمنها إنها كويسة وبتقول لها إن كل قلقها عليها هي، وبتطلب منها إنها تكون صريحة معاها في كل حاجة تخص قدراتها، وكمان بتعرفها إنها عارفة عن الدموع اللي بقت تنزل من عينيها، وبتقول لها إن ده بيحصل لما بتبالغ في استخدام قوتها. وساعتها وينزداي بتسألها إزاي تخلي الدموع تختفي، بس بتقول لها إنها تديها كتاب جودي الأول، وبنعرف إن سينج هو اللي قال لأمها عليه، وده لأنه كان قلقان عليها جدا، ووينزداي بترفض إنها تديها الكتاب وبتمشي. وبعدها بنشوفها وهي في العربية وبتطلب من السواق انه يوديها لبيت المحقق جابلين، ولما بتخبط محدش بيفتح، فبتقرر انها تدخل وبتلاقيه قاعد، ولما بتروح له بتتفاجئ انه مات، وفجأة بيطلع من بقه غربان كتير، وبنشوف كمان الغراب اللي شفناه في الاول، ووينزداي بتبص له باستغراب ولكنه بيطير. وبعدها بتروح وينزداي تحط ايديها على المحقق عشان تشوف رؤية لموته وتحاول تفهم اللي حصل، ولكنها مش بتشوف اي حاجة، وبتستغرب ان قدراتها ما بقتش شغالة. وساعتها الشرطة بتوصل للمكان وبتقبض عليها، وبنشوفها والمحققة بتحقق معاها وبتسألها عن سبب وجودها في بيت المحقق جابلين، فبتقول لها انه طلب منها انها تعدي عليه، وبتسأل المحققة عن سبب وجودها هي كمان، فبتعرفها ان الصحفي اللي اتقتل من كام يوم كان اخر شخص كلمه هو جابلين، وانها كانت عايزة تعرف منه هم اتكلموا في ايه، ولكنه ما كانش بيرد على تليفونه، فقررت تروح له. وبتعرفها كمان انها فتشت على تليفونه بس ما لقيتش ليه اي اثر، فوينزداي بتعرفها انها ما خدتش تليفونه، وبتقول لها ان تيلر ابنه اكيد هو اللي ورا كل ده لانه بيكره ابوه جدا، لكن المحققة بتقول لها ان ابنه محبوس وانه اكيد مش هو. وساعتها ابو وينزداي بيوصل وبيقول للمحققة ان المحامي بتاعها ولو عايزة تتكلم معاها تجيب اذن من النيابة، وبياخدها وبيمشي. وفي الطريق ابوها بيقول لها انه عرف اللي حصل من السواق وجه على طول، وبيرجعوا على البيت. وفي اليوم التاني بنشوف باجز وهو في كوخ النحل بتاع يوجين اللي بيشوفه وهو خارج منه، وبيسأله كان بيعمل ايه جوه، فبيقول له انه عارف انه مش صاحبه بس بيطلب منه انه يكتم السر وبيدخله لجوه. ويوجين بيتصدم من اللي بيشوفه وبيسأله ايه ده، فباجز بيعرفوا ان ده الاسطورة اللي ايجاكس كان بيحكي عنها، وبيعرفوا ان قدر يشغل ساعة قلبه ويرجعه للحياة، وبيطلب منه انهم يخلوه هنا. وساعتها يوجين بيوافق، وباجز بيقرر انه هيسميه سليرب. وعلى الجانب التاني بنشوف وينزداي وهي بتقول لسينج انها مش عارفة ايه بقى يحصل لقدراتها اخر فترة، وبتعرفوا ان في رؤيتها الاخيرة شافت اند بتموت بسببها، وان كل ده مرتبط بالغربان اللي بتشوفها واللي بيقودهم الغراب اللي بعين واحدة. وبعدها بتخش لأوضتها وبتتفاجئ
وبتتفاجئ لما بتشوف اندي اللي بتكون ميتة، ولأول مرة نشوف وينزداي بمشاعرها انها زعلانة، لكن لما بتقرب منها بتكتشف انها كانت عاملة فيها مقلب وانها لسه عايشة، وبتعرفها ان ده يوم المقالب وعلشان كده هي عملت فيها المقلب. وبعدها بتكلمها عن اللي حصل في الحفلة وبتقول لها انها كانت خايفة عليها جدا لما اغمى عليها، لكن وينزداي بتعرفها انها كويسة. واثناء كلامهم بتيجي لاند رسائل على تليفونها وبتكون فيها صور لوينزداي ورسالة مكتوب فيها انها تحت المراقبة، فبتروح توريها لوينزداي بسرعة وبتطلب منها انها تتصل بالرقم اللي بعت الرسائل، بس الرقم بيبقى مقفول وبنعرف ان رقم المحقق جابلين. وساعتها انك بتقول لها ليه جابلين بيبعت لها على تليفونها هي، فوينزداي بتعرفها ان جابلين اتقتل امبارح وان اللي بيبعت لها اكيد القاتل مش جابلين. وساعتها انك بتخاف وبتطلب منها انها تخرجها بره الموضوع ده لانها مبسوطة الفترة دي ومش عايزة اي مشاكل، وبتعرفها انها رايحة درس للسواقة علشان تتعلم تسوق وبتسيبها وبتمشي. وبعدها وينزداي بتطلب من سينج انه يفضل في الاوضه ويدور في كتاب جودي على اي حاجه تفيدها في استعاده قدراتها. وبعدها بنشوف كل الطلاب وهي بتحتفل بيوم المقالب في المدرسه وبيفضلوا يلعبوا ويعملوا مقالب في بعض. وساعتها بنشوف وينزداي وهي في الحوش وبتقابل الناظر ودكتور ارنوف، والناظر بيعرفها انه مش متضايق من اللي هي عملته في الحفله. ووينزداي بتساله قبل ما يمشي هل عنده فكره مين من الطلاب عنده القدره انه يعرف يتحكم في الطيور، لكن ساعتها دكتور ارنوف بيقول لها ان هما ما جالهمش المدرسه اي حد بيتحكم في الطير من اكتر من 10 سنين. وبعدها بيمشوا. وعلى الجانب التاني بنشوف مرتشا ام وينزداي وهي قاعده مع بيانكا اللي بتكون جايه علشان تعرفها ان الناظر مبسوط انها قبلت تبقى رئيسه لجنه حفل التبرعات، وبعت لها لستة المتبرعين للمدرسه وبيكون اول اسم فيها هو اسم ام مرتشا، لكن بتعرف بيانكا ان علاقتهم ببعض مش كويسه وانها كمان مستحيل تتبرع بفلوس ليهم. وبعدها بنروح لباجز ويوجين اللي بيروح السليرب، وباجز بيكون جايب له اكل، وبعد ما بياكل بيمشوا وبنشوف سليرب وهو بيحاول يفك نفسه بعد ما مشيوا. وبنروح بعد كده لوينزداي وهي في الاوضه وبتطلب من سينج انه ياخد باله من اينيد لانها هتروح تستجوب تايلر بخصوص ابوه، وبتعرف سينج انه ما يعرفش حد باللي هي هتعمله، وبتاخد تصريح تعليم السواقه بتاع اينيد وبتمشي. وبعدها بتيجي ام وينزداي للاوضه وبتاخد من سينج كتاب جودي، وبنشوف وينزداي وهي بتركب عربية تعليم القيادة على أساس إنها إينيد، وفعلا المدرب مش بيعرف وبيطلب منها إنها تحط الحزام وتتبع التعليمات، وبيسألها لو عندها أي خبرات سابقة في السواقة، فبتفتكر زمان لما كان عمها بياخدها معاها تسوق له وهو بيعمل الجرايم، وبتقول للمدرب إن عمها كان بيخليها تمسك الدركسيون وهي صغيرة، فبيضحك وبيبدأ يشرح لها تعمل إيه، لكن فجأة بتقطع كلامه وبتدوس بنزين مرة واحدة، وفعلا بتسوق بتهور وبتوصل لمكان سجن تايلر، وبتطلب من الأمن إنه يدخلها لجوه، ولما بيرفض بتعرفه انها وينزداي وانه يكلم مديرته ويعرفها انها هنا. وفعلا بتدخل لجوه وبتقابل هناك الدكتوره النفسيه بتاعت تايلر اللي بترحب بيها وبتعرفها ان تايلر كلمها عنها كتير وبتاخدها ليه علشان تقابله، وبتعرفها ان لو حست باي تهديد تدوس على الزرار الاحمر اللي موجود على الحيطه، وبتقول لها انها تراقب كل حاجه من على الشاشه. وفعلا بتدخل وينزداي لتايلر اللي اول ما بيشوفها بيسالها عن رايها في المكان، وبيعرفها ان المكان ده كان معمول مخصوص لمستذئب كان بيقتل في الناس زمان، وانه كان متاكد ان كانت هتيجي لهنا علشان تشوفه. ووينزداي بتقوله ان ابوه مات امبارح بطريقه وحشيه وزميله كمان اتقتل بنفس الطريقه، وبتساله لو هو السبب ورا كل ده، لكنه بيرفض يجاوبها، وبيقول لها وهي ماشيه انها تسلم له على اينيد وتعرفها انه هيخلص عليها لما يشوفها. فوينزداي بتعرفه ان نكره ومالوش لازمه، وبتقوله انه هيفضل في السجن لحد ما يعفن. فبيتعصب تايلر وبيبدا انه يتحول، لكن الامن بيكهربه عن طريق الطوق اللي بيبقى لابسه، ووينزداي بتسيبه وبتمشي. وبنروح بعد كده لدكتور ارنوف وهو بيدي درس للطلاب، وباجز بيفضل يضايقه بقوته وهو مستخبي. وساعتها يوجين بيجي الباجز وبيعرفوا ان سليرب هرب من كوخ النحل. وبعدها بنشوف اينيد وبرونو وهم طالعين للاوضه علشان يذاكروا، وبناخد بالنا ان في حد بيراقبهم. واينيد بتشوف ظرف في الارض مكتوب عليه سينج، فبتروح لسينج اللي لما بتفتح بيته بتستغرب انه كان بيشرب كحول، وبتقول له ان في حاجه جات له، وبتفتحها وبيطلع انها صوره ليه وهو معاه جواب مكتوب فيه انه عيد ميلاده النهارده وفي شخص بيعيد عليه. واينيد بتتفاجئ ان عيد ميلاده النهارده وان ليه محدش من عيله وينزداي افتكره، وحتى كمان وينزداي نفسها، وبتتاسف له على ده وبتقول له انها هتحتفل بيه. لكن فجاه بنلاقي حد بيضرب برونو واينيد وبيقفل على سينج البيت بتاعه. وبعدها بنروح للناظر وبيانكا بتجيله وبتعرفه انها ادت لستة المتبرعين لمدام مرتشا ام وينزداي وانها هتقابلها تاني بعد ما تراجعهم. لقيتها الناظر بيقول لها هي خدت بالها ان امها موجوده في الليسته ولا لا، فبتعرفوا ان في ما بينهم مشاكل ومقاطعين بعض وانها رافضه تكلمها علشان تتبرع. لكن الناظر بيعرفها ان امها تعتبر اهم شخص في الحمله وانها تستخدم
بتستخدم قوتها الخارقة في الإقناع على مدام مرتشي علشان تخلي أمها تتبرع، لكنها بترفض وبتستخدم قوتها عليه هو بإنه ما يحاولش يجبرها تاني على أي حاجة، لكنه مش بيتأثر بقوتها وبيعرفها إنه معاه ميدالية عليها شعب معينة بتخلي قوتها ما تأثرش عليه، وبيهددها وبيقول لها إنها تنفذ اللي قال لها عليه. وبنروح لوينزداي اللي بتوصل أوضتها وبتلاقي شنطة إينيد، وبتروح تفتح لسينج وبتسأله عن اللي حصل، وساعتها تليفون إينيد بيرن، ولما بترد بتلاقي إنه الشخص المجهول اللي بيراقبها وبيقول لها إن اللعبة بدأت وقدامها نص ساعة تلاقي فيها صاحبتها وإلا هيخلص عليها. وبنلاقي ورقة دخلت من تحت الباب وبيبقى مكتوب عليها لعبة الموت وحروف معقدة، وبعدها بتنزل بسرعة عشان تدور على إينيد، وبتلاقي كابري مدرسة الموسيقى وبتوقفها وبتقول لها إن محتاجاها معاها في الفرقة الموسيقية، لكنها بتعرفها إنها ما عندهاش وقت دلوقتي، وبتعرفها ميعاد البروفا وإنها تتمنى تشوفها وبتمشي. وساعتها وينزداي بتاخد بالها إن الحروف المعقدة دي ممكن تكون نوتات موسيقية، وفعلا بتروح تكتبها على البيانو، وساعتها بيفتح باب سري وبتدخل منه وبتفضل تمشي فيه هي وسينج، وبنشوف إينيد وبرونو وهم مربوطين في مكان غريب وبيكون برج قديم، وإينيد بتحاول تفك نفسها لكنها مش بتقدر، وبتكون مفكرة إن إيجاكس عامل فيهم مقلب، لكن فجأة بتلاقي سكينة بتقع عليها من فوق، وبناخد بالنا إن في فوقيهم سكاكين كتيرة جدا وبيبقوا مرعوبين من المنظر، وبتفضل تتأسف لبرونو لأنها السبب في إنه موجود هنا، وبيفضلوا يحاولوا يتحركوا بأي طريقة ولكنهم بيفشلوا. وبنرجع لوينزداي وسينج واللي بيشوفوا شخص مقنع وفجأة بيختفي وبيبقى سايب القناع في الأرض، وبيكون مكتوب عليه إن الوقت بيفوت. وبعدها بتكمل مشي وبتطلع في أسانسير بتلاقيه، وفعلا بتلاقي إينيد وبرونو، وبتطلب من سينج إنه يروح يطفش الإقفال لكنه بيخبط في فخ وبتفضل السكاكين تقع عليه، وفي سكينة بتيجي فيه ومش بيعرف يتحرك، وساعتها السكاكين بتنزل ببطء في اتجاه إينيد وبرونو، ووينزداي بتجمع كل تركيزها علشان تشوف هتنقذهم ازاي، وبتبص تحت فبتلاقي ان في آلة هي اللي بتتحكم في نزول السكاكين، ولما بتنزل بتلاقي كتب كتير وان الشخص المجهول اللي بيراقبها كاتب لها على الآلة وكاتب ان ايه الكتاب اللي ناقص في المجموعة علشان تنقذ صحابها. وبناخد بالنا هو ليه كتب لها في الاول انها بتقرأ كتب ولا لا، ومعنى كده ان في اسم كتاب واحد بس لو كتبته الآلة هتقف، ولو معرفتش صحابها هيموتوا. وبتفضل تدور وتحاول تعرف ايه الكتاب اللي مش موجود، وبتكتشف بذكائها انه كتاب بعنوان الرجل الخفي، وفعلا بتقدر انها تنقذ صحابها على اخر لحظة، وبتروح تحرر سينج. وفجأة بيظهر حد بيسقف وبيطلع انها الطالبة اللي كانت معجبة بوينزداي اللي شافتها في الاول وكانت بتطلب منها توقيع، وبنعرف ان اسمها اجنس وان قوتها الخارقة هي الاختفاء، وبتعرف وينزداي انها من اكبر المعجبين بيها، لكن وينزداي ما بتكونش مصدقة انها عملت المقلب والخطط دي كلها لوحدها، فبتقول لها انها عملت كده عشان تشد انتباهها، وإينيد بتبقى متضايقة منها وبتقول لوينزداي انها كانت هتموت بسبب بنت مجنونة ومهووسة بيها، ووينزداي بتلومها لانها كانت هتحرق روايتها في الحفلة، وبتسألها هي ليه قتلت جابلين وصاحبه، لكنها بتقول لها انها ما قتلتش حد، لكنها خدت بس تليفون جابلين وعملت كل ده علشان تبقى صاحبتها مش اكتر، وبتقول لها انها ممكن تساعدها في انها تعرف مين اللي قتل جابلين. وبعدها بيمشوا وبنروح لبيانكا اللي بتوصل لبيت ام وينزداي، وبتستخدم قوتها في الاقناع علشان تكلم امها وتخليها تتبرع للمدرسة، وكمان بتخليها ما تفتكرش انها كانت هنا، وفعلا بتنجح انها تخليها تقتنع. وبنروح لوينزداي وهي بتتأسف لسينج انها نسيت عيد ميلاده وبتصالحه بهدية، وساعتها بيسامحها وبيقول لها انه قلقان على اندي زيها، فبتقول انها لو قدرت ترجع قدراتها هتعرف تنقذ إينيد وتعرف كمان مين اللي قتل جابلين. وبتروح تبص تاني على كتاب جودي علشان تحاول تلاقي حاجة تخليها ترجع قوتها، لكن ساعتها مش بتلاقي الكتاب، وسينج بيعرفها ان امها هي اللي خدته. وعلى الجانب التاني بنشوف سليرب بعد ما حرر نفسه وهو في الغابة، وفجأة بنشوف مدرب القيادة وهو على نفس الطريق وبيخبط فيه من غير ما ياخد باله، ولما بينزل عشان يطمن عليه مش بيلاقيه موجود، لكنه لما بيلف بيتفاجئ انه وراه وبيخلص عليه. وبعدها بننتقل لوينزداي وهي بتتسلل لأوضة أمها عشان تدور على الكتاب ولكنها مش بتلاقيه، وبتدخل عليها أمها وبتقول لها إنها كانت عارفة إنها هتيجي عشان تدور على الكتاب ومش معقول هتخبيه جوه الصندوق، فبتعرفها وينزداي إن هي شافت رؤية، وفي الرؤية شافت نفسها وسط مقبرة مليانة بالغربان، وقائد الغربان لون عينه حمراء وكان واقف على قبر إينيد، ووقتها ظهرت إينيد وحملتها مسؤولية موتها، وبتعرفها إن الغراب ده هو نفس الغراب اللي قتل جابلين والصحفي، وهي عايزة توصل للقاتل الحقيقي لأن دي مش مجرد هجمات عشوائية، واكيد في حد من المتحكمين في الطيور هو اللي ورا كل اللي بيحصل، وهي لازم توصل له قبل ما يوصل لصاحبتها إينيد ويخلص عليها، وبتطلب منها ترجع لها الكتاب عشان تحاول تستعيد قوتها، لكنها بترفض وبتعرفها ان هي مش هتلاقي جوه الكتاب ده حاجة تساعدها، وكل اللي هتلاقيه حاجات هتسيب لها ألم شديد في حياتها، وبتقول لها ان هي ما عندهاش صبر زي اختها اولافيا، بس وينزداي بتقول لها انها مش اختها وبتسيبها وبتمشي. وفي تاني يوم بتدور وينزداي في تليفون جابلين على اي حاجة ممكن تساعدها انها توصل
القاتل. وساعتها بتكون إينيد مشغولة في اختيار الملابس اللي هتحضر بيها حفلة التخيم. وبعدها وينزداي بتتكلم مع سينج بخصوص رؤية موت إينيد، وفجأة بتظهر أجنس قدامها وبتقول لها إنها سمعت كلامها. فوينزداي بتحذرها إن لو أي حد عرف بالكلام ده فهي هتموت، وأجنس بتوعدها إن الموضوع هيفضل سر ما بينهم، وبتقول لها إن هي ممكن تساعدها بشكل كبير. لكن وينزداي بترفض إن هي تقبل أي مساعدة منها. وفي الوقت ده بنشوف باجز ويوجين بعد ما قدروا يلاقوا سليرب وربطوه مرة تانية جوه الكوخ، وساعتها بيلاحظوا إن مخه بدأ يتكون ومحدش فيهم بيكون عارف السبب. وبيظهر إن سليرب اتغذى على مخ السواق لما قتله، وفجأة سليرب بينطق بكلمة فبيفرح باجز جدا وبيكون فاكر إن هو بينطق باسمه. لكن يوجين بيقول إن هو بينطق بكلمة مخ، وده معناه إن هو بيتغذى على العقول. لكن باجز ما بيصدقش كلامه، وفي اللحظة دي بيهجم الوحش على يوجين علشان ياكله، لكن باجز بيضربه بسحقة وبيرجعه مكانه. وفي الوقت ده وينزداي بتقبل إن أجنس تساعدها، ده غير إنها بتكون معاها حاجات كتير جابتها من بيت جابلين. فبتدور وينزداي على حاجة تفيدها، وبتشوف صورة لكوخ معين مكتوب على ظهرها الكوخ رقم 2015، وبتفتح الخريطة عشان تدور على مكان الكوخ وبتقدر توصل له. وبتلاحظ إن مكان الكوخ قريب من مكان المخيم اللي طلاب المدرسة هيخيموا فيه الليلة دي. فبتقرر إنها تروح معاهم المخيم، وهناك بتتفاجئ لما بتشوف أخوها شايل تابوت لونه أسود. فبتسأله إيه اللي جوه التابوت، فبيقول لها إن هو حاطط فيه شوية ألعاب نارية، وبيظهر إن هو مخبي سليرب جوه التابوت ده علشان ما يسيبوش لوحده، وده بيبان لما التابوت بيتحرك. لكن باجز بيضربه برجله علشان يسكت. وفي اللحظة دي الكل بيتفاجئ إن قائد فريق الكشافة اللي اسمه رون جاي بيتكلم مع الناظر باري، وبيعرفوا إن أرض المخيم دي ملكهم وهو معاه أوراق إثبات الملكية. فبيتخانق مع باري وبيقول له إن هو كمان معاه أوراق زيه. وهنا بتدخل وينزداي وبتقول لهم إنهم هيعملوا مسابقة بينهم وبين فريق كشافة، واللي هيكسب هو اللي هيكمل على أرض المخيم. فبتعجبهم الفكرة وبيوافقوا، وبعدها بتبدأ المسابقة، وكل فريق بيحرس البيضة بتاعته من الفريق التاني، والمفروض إن الفريق اللي هيحط البيضة على البرج الأول هو اللي هيكسب. وفي البداية فريق الكشافة بيقدر ياخد البيضة من فريق نيفرمور، لكن وينزداي بتتصرف بسرعة وبتدي أوامرها لسينج علشان ينفذ الخطة اللي هم اتفقوا عليها. فبيشاور سينج ليوجين اللي بيستخدم النحل في مواجهة فريق الكشافة، وبتقدر وينزداي إنها توصل للبيضة. وبعدها بنشوف واحد من فريق الكشافة واخد البيضة وطلع بيها للبرج، بس وينزداي بتقدر إنها توصل أسرع منه وبتحط البيضة على البرج في آخر لحظة، وبكده بتكون كسبت وينزداي المسابقة. وبالليل وينزداي بتسيب المخيم وبتروح للكوخ رقم 2015، وبتفضل تدور على أي حاجة ممكن تساعدها عشان توصل للقاتل. وفعلا بتلاقي مكان خفي متعلق فيه صور لمنبوذين كتير، ولكن كلهم ماتوا في خلال السنين اللي فاتت. وبتلاقي اسم لويس مكتوب على الجدار، فبتحط ايديها على الجدار على امل انها تشوف رؤية وتعرف حقيقة المكان، لكنها بتفشل وما بتشوفش رؤية بسبب ضعف قوتها. فبتقرر انها تستعيد كتاب جودي باي تمن. وفي اللحظة دي بيكون الغراب واقف ورا الازاز وبيراقبها، وبتروح وينزداي لامها وبتطلب منها لاخر مرة انها تديها الكتاب، لكن امها برضه بترفض. فوينزداي بتتحداها في مبارزة في الغابة وامها بتوافق. وفي نفس الوقت ده سليرب بيهاجم على قائد فريق الكشافة وبياكل دماغه، وبترعبوا باقي فريق الكشافة من المنظر وبيطلعوا يجروا. وفي الوقت ده وينزداي وامها بيبداوا المبارزه وسينج بيكون هو الحكم. وفي الوقت ده باجز ويوجين بيكتشفوا ان سليرب اكل دماغ قائد الكشافه وبيتصدموا من اللي حصل. وفجاه بتظهر لهم اجنس وبتقول لهم ان سليرب هرب من الخيمه ولازم يدوروا عليه علشان كده هيسبب كوارث. وفي اللحظه دي سليرب بيكون بيتحرك وسط المخيم وبيسيب المخيم وبيمشي جوه الغابه لحد ما بيشوف وينزداي وهي بتبارز مع امها. وفي اللحظه دي امها بتكسب المبارزه، لكن وينزداي بترمي السيف ناحيته بقوه، وده علشان تمنع سليرب قبل ما يوصل لها وياكلها. وبتقدر فعلا انها تصيب سليرب في دماغه وبتثبته في شجره، وبعدها بتيجي الشرطه وبيقبضوا عليه وبيكتفوه وبياخدوه معاهم. وفي اللحظه دي وينزداي بتشوف شخص مجهول والغراب واقف على كتفه، وفجاه الشخص ده بيختفي وبترجع وينزداي لاوضتها وبتبدا تحلل كل الادله اللي وصلت ليها علشان تعرف ايه السبب اللي خلى جابلين والصحفي يدوروا ورا الغربان، لانهم لو ما كانوش دوروا وراهم ما كانوش هيموتوا. وفي تاني يوم بنشوف الدكتوره فيربن وهي بتستقبل مارلين في المستشفى وبتطلب منها انها تدخل لتايلر علشان تساعده في انها تقدر تعالجه. فبتوافق ومارلين فعلا بتدخل لتايلر، واللي اول ما بيشوفها بيتحول لوحش وبيخنقها. فبتعتذر له وبتقول له ان هي هتعوضه عن كل اللي حصل. فبيهدى تايلر وبيرميها في الارض. وفي الوقت ده بتبدا وينزداي تدور في المقابر على المنبوذين اللي ماتوا، وبتتفاجئ ان جدتها بتيجي تزورها في المقابر وبتعرفها ان امها هي اللي دعتها بنفسها عشان تحضر حفله التبرعات. وبتسالها الجده عن سبب اهتمامها انها تدور في المقابر على جثث المنبوذين. فبتحكي لها وينزداي على القضيه اللي بتحقق فيها وبتعرفها ان امها رافضه تديها كتاب جودي
عشان تقدر ترجع قوتها. وفجأة بيهجم الغراب على المكان وبياخد الاوراق بتاعت وينزداي وبيطير، فبتجري وراه وينزداي على امل انها تلحقه، لكن ده مش بيحصل. فبترجع وينزداي لجدتها وبتطلب منها ان هي تشتري المقابر كلها عشان تدور فيها براحتها، وبيظهر ان الجده بتحب وينزداي وبتوافق على طلبها. ولما بترجع وينزداي اوضتها بتلاقي اجنس مستنياها، فبتعرفها وينزداي ان الشخص اللي متحكم في الطيور عرف ان هما بيدوروا وراه، وبكده ما بقاش فاضل قدامهم وقت كتير ولازم يمنعوه قبل ما يموت اينيد. وبتقول وينزداي ان بعد الادله الجديده اللي هي شافتها دي فاغلب الاجابات هم هيلاقوها في مستشفى الامراض العقليه. وبعدها بتروح وينزداي وبتقابل عمها فاستر وبتطلب منه انه يدخل لمستشفى الامراض العقليه، واثناء وهم بيتكلموا بيطلع فاستر صعقه من ايده وبتسيب اجنس فبتظهر قدامهم، وبيكون فاستر متضايق من وجودها لانه ما بيحبش حد يتجسس عليه. ووقتها وينزداي بتطلب من فاستر ان هو يدور في المستشفى على واحده اسمها لويس، وبتعرفه ان لويس ممكن تكون مريضه وممكن تكون دكتوره او موظفه، وبتعرفه ان مش لازم الدكتوره فيربن تعرف حاجه عن اللي هو بيعملها. فبيطمنها وبيقول لها ان هو خبير في المهمات اللي زي دي. وقبل ما يروح فاستر على المستشفى بيروح ينزل في فندق، لكنه بيعمل ازعاج كبير لنزلاء الفندق، وساعتها مديرة الفندق بتبلغ الشرطه وبيقبضوا عليه. وفي مركز الشرطه بيتصرف وكانه مجنون وبياكل الصبار اللي على المكتب. وقتها رئيسه الشرطه بتطلب من الضابط ان هو يتصل بمستشفى الامراض العقليه علشان ييجوا وياخدوا فاستر، وبيكون هو ده اصلا اللي عايزه بالظبط. وبنعرف ان هي دي الخطه اللي هيدخل بيها لمستشفى الامراض العقليه. وبنروح لوينزداي واللي بتكون مع امها، وبتوصل الجده وبتديها سندات ملكيه المقابر اللي هي اشتريتها علشانها. وهنا مرتشا ما بيعجبهاش اللي بيحصل وبتطلب من وينزداي ان هي تسيبها مع جدتها لوحدهم. وبعد ما وينزداي بتمشي مرتشا بتسال امها عن اللي بينها وبين وينزداي، فبترفض الجده انها تقول لها وبتنصحها انها تسيب بنتها تتصرف على راحتها وما تحاولش تكون رقيبه على كل تصرفاتها علشان بنتها ما تبعدش عنها. والجده بتفاجئ مرتشا وبتقول لها ان هي موافقه على تبرع للمدرسه لكن بشرط واحد، وهي ان ترجع كتاب جودي لوينزداي. لكن مرتشا بترفض وبترمي الكتاب في النار. وفي الوقت ده بيكون فاستر في المستشفى وبتتفاجئ فيربن من كميه جوازات السفر والاسماء المستعاره اللي هو بيستخدمها، وبتساله عن اسمه الحقيقي. واثناء ما هم بيتكلموا بتدخل عليهم مساعده فيربن وبتديها صور الاشعاع على دماغ فاستر، وبيتصدموا لما بيلاقوا دماغه مليانه بقطع معدنيه. وهنا فيربن بتقبل انها تحجزه في المستشفى لحد ما تفحص حالته، وفاستر بيطمن لان كده خطته ماشيه زي ما هو عايز. واول ما فاستر بينضم للمرضى بيبدا يسال على لويس لكنه ما بيعرفش يوصل لها. وفي الوقت ده بيظهر المتحكم في الطيور وبيكون بيراقب مدرسه نيفرمور من مكان عالي، وبيشوف وينزداي وهي مع اجنس. ووقتها اجنس بتقول لوينزداي ان اوجست يبقى هو كبير الاطباء في مستشفى الامراض العقليه، لكن قبل ما يتعين في المستشفى كان بيشتغل مدرس في مدرسه نيفرمور، وان اوجست دخل المستشفى بسبب ان جاله انهيار عصبي ياثر على تفكيره. فبتتحرك وينزداي بسرعه وبتروح تقول لسين ان هي عايزه تبلغ رساله لفاستر، وبتطلب منه انه يروح للمستشفى ويخليه يدور على اوجست لان هو اللي هيساعده يوصل للويس. وفي الوقت ده بتيجي اينيد وبتتكلم مع وينزداي وبتقول لها ان هي مستغربه لانها بقت مشغوله عنها الفتره اللي فاتت. واثناء ما هم بيتكلموا بتلاحظ وينزداي ان المدرسه بتتملي بالغربان، ووينزداي بتكون فاكره ان هي دي اللحظه اللي اينيد هتموت فيها، فبتطلب منها تروح تستخبى بسرعه. لكن محدش فيهم بيلحق يعمل اي حاجه لان المتحكم في الطيور بيدي اشارته للغربان بالهجوم، وبتهجم كل الغربان على طلاب المدرسه وبتحصل حاله فوضى كبيره. وفي غراب بيخطف سينج وبيطير لكن باري بيضربه بكره من النار وبيجبر ان هو يسيب سينج، واينيد بتجري بسرعه وبتلحقه قبل ما يتخبط في الارض ويموت. وفي نفس اللحظه دي وينزداي بتشوف المتحكم في الطيور وهو بيهرب فبتجري وراه بسرعه علشان تمسكه، وساعتها المتحكم في الطيور بيختفي وما بيكونش ليه اي اثر. فبتاخد وينزداي الرداء اللي وقع منه لحد ما بتلاقي الدكتوره فيربن وهي واقفه قدامها، فبتستغرب من وجودها في المدرسه في الوقت ده واكيد بتشك فيها. فبتعرفها فيربن ان هي جايه تاخد كابري معاها المستشفى لان هي عايزه تعالج المرضى بالموسيقى. وهنا بتيجي كابري وبتستغرب ان وينزداي وفيربن يعرفوا بعض، وفجاه بيسمعوا صوت كلاكس عربيه فيربن، فبتقول لهم ان مساعدتها بتستعجلها انهم يرجعوا المستشفى وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتلاحظ وينزداي ان كابري بتتنفس بسرعه فبتخمن ان ده بسبب الجري، وبتسالها هي ليه بتتنفس بالسرعه دي، لكن كابري ما بتردش على سؤالها وبتغير الموضوع وبتسالها لو هي هتشارك في حفل الموسيقى بتاع المدرسه، وده بيخلي وينزداي تشك فيها اكتر لكن مش بتبين ده قدامها وبتسيبها وبتمشي. وبتروح وينزداي تراقب سينج وعلى عربيه فيربن لان دي فرصه كويسه علشان يروح للمستشفى ويبلغ فاستر باللي هي قالته له. وهنا بتيجي مرتشا وبتسال وينزداي عن السبب اللي خلاها تبعت فاستر للمستشفى، فبتعرفها ان فاستر بيساعدها في قضيتها وان هي مش هتسمح ان اينيد تموت بسببها. فبتفكرها مرتشا بالطيور اللي هجمت عليهم وحياه سينج اللي تعرضت للخطر، وبتطلب منها انها توقف اللي هي بتعمله والا الامور هتتطور للأسوأ. وفي المستشفى بيتفاجئ فاستر لما بيلاقي سينج قدامه وبيعرف منه ان وينزداي عايزاه يدور على اوجاس، وبتعرفه ان هو اللي هيوصله بلويس، فبيبدا
فبيبدأ فاستر على طول يدور على اوجست لحد ما بيوصل له وبيلاقيه قاعد لوحده وساكت، فبيقول له ان هو بيدور على لويس، وبيظهر ان اوجست مش بيتكلم الا من خلال البغبغان اللي على كتفه، وبيسعكوا فاستر عشان يخليه يقول الحقيقة، فبيقول له البغبغان على رقم معين، فبيفهم فاستر ان الرقم ده ليه علاقة بلويس. وفي نفس الوقت ده وينزداي بتروح لدكتور ارنوف وبتسأله لو يعرف حاجة عن مدرس اسمه اوجست، فبيقول لها انه ما يعرفش غير ان اوجست عنده بنت، فبتسأله وينزداي لو بنته اسمها لويس، بس بيقول لها انه مش فاكر. وساعتها ما بيكونش قدام وينزداي غير حل واحد، وهي انها تروح للمستشفى بنفسها. وفي الوقت ده في المستشفى فاستر بيكون واخد اوجست وبيوديه على اوضته، وبيتفاجئ ان اوجست بيشاور له على غرفة الصيانة وبيفضل ينطق اسم لويس باستمرار، فبيستغرب فاستر لكن بيكمل في طريقه. وبعد ما بيودي اوجست اوضته بيرجع على غرفة الصيانة من تاني، لكنه بيتفاجئ ان فيربان جاية ومعاها افراد الامن وبيقبضوا عليه، وبعدها بتاخده فيربان على غرفة التحقيق، وبيكون جايبه سليرب اللي قبضوا عليه من مدرسة عشان تخوف فاستر بيه وتجبره انه يقول الحقيقة والا هتخلي سليرب ياكله. ووقتها سينج بيشوف اللي حصل وبيرجع بسرعة وبيبلغ وينزداي، فبتأمره انه يرجع للمستشفى ويفضل جنب فاستر لحد ما هي تلاقي طريقة تدخل بيها للمستشفى وتنقذه. وبعدها بتقعد وينزداي مع اجنس وبتقول لها ان كابري هتروح للمستشفى علشان تدي حصة موسيقى علاجية هناك، ودي فرصتهم علشان يروحوا معاها للمستشفى، وهناك يقدروا يدخلوا للمستشفى ويحرروا فاستر ويوصلوا لمكان لويس. وبتبدأ وينزداي تحط خطتها وبتشرح لاجنس، لكن اينت بتيجي وبتسألهم عن دورها، فبتخاف وينزداي ان هي ترفض تخليها تشارك معاهم علشان ما تزعلش منها، وبتضطر تخليها تشارك معاهم، وبتعرفها ان مهمتها هي المراقبة، وان لو اتقبض عليها او حصلت مشكلة كبيرة تبقى تبلغ الشرطة فورا. وبعدها بتروح وينزداي وبتركب في شنطة عربية كابري، وفي نفس الوقت ده بتكون اجنس واينت وصلوا للمستشفى ومستنيينها. واول ما بتوصل كابري بتقدر اجنس انها تستغل مهارتها في التخفي وبتتسلل للحمام من غير ما حد يشوفها، وبتولع العاب نارية علشان تشغل افراد الامن قبل ما يفتشوا عربية كابري ويكتشفوا وجود وينزداي. فبتستغل وينزداي اللي بيحصل ده وبتقدر انها تدخل المستشفى من غير ما حد يشوفها، وبعدها بتساعدها الست اللي اتعرف عليها فاستر اثناء وجوده في المستشفى وبتخبيها جوه عربية الاكل وبتروح بيها ناحية زنزانة فاستر. وفي الوقت ده وينزداي بتقدر انها تسرق بطاقة هوية فرد الامن، وبعدها بتفتح الزنزانة وبتحرر فاستر وبتاخده وبيروحوا يدوروا على لويس، لكن سليرب اللي مع فاستر في الزنزانة بيخرج وراهم. وفي الوقت ده بيكون الحراس واخدين مارلين على زنزانتها وبيهجم عليهم سليرب وبيخلص عليهم، ومارلين بتستغل الفرصة وبتهرب وبتتصدم لما بتشوف وينزداي قدامها، لكن بتكمل في طريقها مع فاستر. وفجأة فيربن وكابري بيسمعوا صوت دوشة بره، وبيجي فرد الامن وبيبلغ فيربن بكل اللي بيحصل، فبتأمر انهم يفعلوا خطة الطوارئ بسرعة. وفي الوقت ده فاستر ووينزداي بيروحوا على غرفة الصيانة وبيستخدم فاستر الرقم اللي قال عليه البغبغان وبيفتح القفل فعلا، واول ما بيدخلوا بيبدأوا يدوروا على لويس. تكتشف وينزداي باب سري جوه الغرفة وبيكون وراه سلم، وقبل ما بينزلوا بيلاقوا جملة مكتوبة على الحيطة، وساعتها وينزداي بتكتشف ان لويس مش شخص لكن هي الحروف الاولى من اسم تجربة سرية بتتعمل على المرضى. وبينزلوا على السلم اللي بيودي لزنازين كتير تحت الارض، ولما بتدور وينزداي في الزنازين بتكتشف ان المنبوذين لسه عايشين وانهم ما ماتوش زي ما الجرايد قالت. وبتفهم وينزداي ان ادارة المستشفى زيفت موتهم علشان يعملوا عليهم تجارب. وفي اللحظة دي بتتفاجئ وينزداي ان المتحكم في الطيور بيظهر وبيكون معاه الغراب اللي بعين واحدة، وبتتصدم وينزداي لما بتكتشف ان مديرة المستشفى هي المتحكمة في الطيور، وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان هي تبقى بنت اوجست وان ابوها كان بيعمل تجارب على المنبوذين علشان يستخدم قدراتهم الخارقة على البشر. ولما ابوها تعب هي قررت تكمل مسيرته، وبتقول ان هي نفسها اكبر دليل على نجاح تجارب ابوها، وده لان هي اتولدت انسانة بشرية عادية وبفضل تجارب ابوها بقت تتحكم في الطيور بسهولة. وساعتها فاستر بيضرب صعقة ناحيتها علشان يتخلص منها، لكن بيحصل انفجار كبير في المكان والكهرباء كلها بتتقطع، ووقتها اجنس واينت بيكونوا بره المستشفى وبيتصدموا من اللي بيحصل، فبتطلع اينت تليفونها وبتبلغ الشرطة. وجوه المستشفى الزنازين كلها بتتفتح وبيخرج منها المنبوذين وبيجروا ورا بنت اوجست عشان ينتقموا منها بسبب التجارب اللي هي كانت بتعملها عليهم، ما عدا السجينه الاخيره اللي بتفضل في زنزانتها، فبتروح ليها وينزداي وبتاخدها علشان تساعدها على الهروب. وفي اللحظه دي سليرب بيبدا يستعيد هيئته البشريه بالتدريج، وده بسبب العقول اللي بيتغذى عليها اثناء حاله الفوضى اللي حصلت. وفي الوقت ده بتوصل مارلين لزنزانه تايلر وبتحرره من القيود، وبعدها بتحضنه وبتقول له ان هي جت علشان تنقذه، لكن تايلر بيقول لها ان
هي السبب في كل المعاناة اللي حصلت له، وان هي عملته كخادم ليها عشان ينفذ رغباتها. فمارلين بتفهم ان تايلر عايز يقتلها وبتحاول تنقذ نفسها وبتقول له ان وينزداي موجودة في المستشفى وانه يروح ينتقم منها بسرعة. فبيعرفها انه كده كده هينتقم من وينزداي، لكن لازم ينتقم منها هي الاول. فبتهرب مارلين منه قبل ما يتحول لوحش ويموتها، وبيتحول فعلا لوحش وبيطلع يجري وراها وبيلحقها وبيموتها. وبعدها بيروح يدور على وينزداي علشان يموتها وينتقم منها. وفي اللحظة دي كل المرضى بيطلعوا يجروا من المستشفى، ووقتها فيربين بتكون في مكتبها مع اوجست، وفجأة بيهجم عليها سليربي وبيخلص عليها، وبعدها بيقرب من اوجست وبيخلص عليه هو كمان. وفي الوقت ده وينزداي بتكون مع المريضة وبتساعدها علشان تهرب، لكنها بتتفاجئ ان تايلر قدامها، فبتقول للمريضة تهرب بسرعة، وبتقف هي قدام تايلر علشان تواجهه. فبيضربها تايلر بقوة وبيرميها من الشباك وبتقع على الارض. وفي نفس اللحظة دي بتوصل الشرطة وبتضرب نار على تايلر، لكن الرصاص ما بيأثرش فيه وبيهجم عليهم وبيخلص على عدد كبير منهم وبيطلع يجري جوه الغابة. وفي اللحظة دي سينج بيروح لوينزداي علشان يطمن عليها، وبيكون قلقان لما بيلاقيها واقعة على الارض وبتنزف ومش بتتحرك. وبكده بيكون خلص الجزء الثاني. ولو كملت الفيديو لحد هنا فياريت تعمل كومنت بالايموجي اللي انت شايفه ده علشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وياريت تعملوا سبسكرايب للقناه واشتراك يعني علشان اول ما ينزل الجزء الثالث ان شاء الله هنعمله اول ناس. وبرده فعل زر الجرس عشان اول ما ننزله يجيلك اشعار بيه. وبرده ياريت تقدر التعب ده وتعمل لايك للفيديو عشان ده هيفرق معانا جدا وهتشجعونا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر واكتر. وبس كده نشوفكم في فيديو جديد ويلا سلام.